يا ترى انا بسامح علشان اوصل للسلام النفسي، ولا انا لازم اوصل للسلام النفسي الاول علشان اسامح؟ لا، انا المفروض ان انا بوصل للسلام النفسي علشان اقدر اسامح. احنا عندنا دايره كهربيه كده جوه جسمنا اسمها دايره المشاعر. دايما بقول خد بالك من افعالك، هتاخد لفه وراجع لك. لو فعلك طالع منك كويس هيرجع عليك بالخير. لو الفعل اللي طالع مني ده غل او غضب او حسد او هيرجع عليا تاني. فبرضه مشاعرنا خد بالك من مشاعرك، لانها تاخد لفه وراجع لك. انا لما اطلع الوقت طاقه غضب من الشخص اللي اذاني هترجع لي تاني. اوكي، هو زي الفل عمل اللي عليه وعايش حياته زي الفل. انا بقى اعمل اللي عليا وما تعبش نفسي، ابسط نفسي، اركز على نفسي. اوكي، هو ضايقني او زعلني او ظلمني، هطلعه بره حياتي، هطلعه بره دايرتي، مش هتعامل معاه تاني. لو طلب مني خدمه مش هخدمه، خلاص انا حره. لكن ليه اعيش مشاعر الغضب ومشاعر الكراهيه؟ فاحنا نفرق يا جماعه. مش قادرين تسامحوا، اوكي مفيش مشكله، لكن ليه نعيش بقى مشاعر الغضب ونفضل نتكلم في الموضوع؟ احنا عندنا قانون بيقول ما نركز عليه يزداد ويكبر. يعني ايه؟ يعني كل اللي بتكلم فيه كتير بيزيد في حياتي. فخلاص، اللي عدى عدى. اللي اذانا احنا هناخد حقنا منه في الدنيا وفي الاخره. مفيش حاجه هتروح. فانا دايما بقول دعاء جميل، بقول اللهم اني عفوت وسامحت فيما املك، فساعدني على ما لا املك. في حاجات بنبقى مش قادرين نسامح فيها، اوكي، لكن ما نركزش بقى طاقتنا في الغضب وفي الغل وفي الزعل، لان ده هياخد لفه وراجع لنا منه تاني على نفس مستوى المشاعر اللي احنا مطلعينها. طيب، في بنات بتجيلي كتير بالنسبة للأب والأم مش قادرين يسامحوهم، والبنات والسيدات دول كبار في السن، يعني 50 سنة و45 سنة و60 سنة. ف والأب والأم عايشين وهم مش قادرين يسامحوهم وبيخدموهم، مش قادرين يسامحوهم. فبكرة هدي تمرين حلو قوي للي عايز يسامح حد قريب منه قوي وبيحاول يسامح بس مش عارف يسامح ومش قادر. استنوني بكرة في تمرين من تمرينات نفسية. صباحكم فل.